والنبي الجماعه العرب اللي واجعين دماغنا كل شويه فين جيشك يا مصر ويلا حرب يا مصر. عايز اقول لهم ان مصر اكتر دوله حاربت عشان خاطر القضيه الفلسطينيه، وان الجيش المصري اكتر جيش استشهد منه جنود عشان خاطر القضيه الفلسطينيه. وبعدين قبل ما تكلمني عن مصر وجيش مصر روح قول للملوك والرؤساء بتوعك يشيلوا القواعد الامريكيه من على اراضيهم. مش امريكا دي هي اللي بتدعم جيش الكيان الصهيوني اللي بيسقفوا له لما بيقتل اهالينا واخواتنا في غزه؟ لكن انتوا اجبن من ان انتوا تعملوا كده. طب انا عايز افكركم بحاجه، انتوا فاكرين في 2015 اول ما الرئيس السيسي تولى حكم مصر طلب من رؤساء الدول العربيه كلها ان هم يعملوا قوه عربيه مشتركه، وبالفعل اجتمع رؤساء اركان العرب عشان يشكلوا لجنه لانشاء قوه عربيه مشتركه. وامريكا اول ما عرفت طبعا كلمت ملوك وقاده العرب قالوا لهم مش هينفع اللي انتوا بتعملوه ده، هو انتوا هتعملوا ناتو جديد؟ وطبعا دي ماما امريكا قالوا لها سمعا وطاعا، ولحد وقتنا هذا ما اجتمعوش تاني. عرفتوا بقى قيمه مصر وقيمه جيش مصر؟ فيا ريت بقى ما حدش يزايد على مصر ولا على جيش مصر، ويا ريت ما نسمعش صوتكم تاني.